مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن طنجة قبل قليل لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وذلك خلال تدخل أمني بمنطقة مسنانة حومة الخروف لتوقيف شخصين كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك باستخدام أسلحة بيضاء. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لفض نزاع وتوقيف المشتبه فيهما، غير أنهما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، مما اضطر الشرطي لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل أن يصيب أحدهما على مستوى الرأس والآخر على مستوى الرجل، وذلك بعدما تعذر كبح جماحهما بسبل التدخل العادية. ووفق المعطيات ذاتها جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم وضع أحدهما تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، فيما وصفت حالة الثاني بالمستقرة. وفي المقابل فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. شكرا لكم على المتابعة.